بالفيديو شيرين عبد الوهاب ترفض التقاط صورة مع معجبة، وده كان رد فعلها. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي موجودة في أحد المولات في بيروت برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وبنتها. وظهرت شيرين وهي بتتسوق في المول، واحدة من المعجبات وقفتها وطلبت منها ان هي تلتقط معاها صورة، الا ان رد شيرين صدم المعجبة حيث احرجتها وقالت لها معلش مش جاهزة للتصوير، وهو ما اثار استياء المعجبة وصديقتها اللواتي سمع صوتهن في الفيديو وهن يرددن كلمة شيرين بطريقة استنكارية. وكانت شيرين قد ظهرت في مقطع فيديو مع زوجها حسام حبيب وبنتها خلال سهرة مع أحد أصدقائها في بيروت، وهي بترقص على الطاولة بشكل هستيري وبتغني أغنيتها صبري قليل. وتقبل حسام بحب، وهو مع عرضها لكثير من الانتقادات القاسية بعد ظهورها بهذا الشكل، متهمين إياها بإثارة الجدل مجددا بقصصها الشخصية. كما اتهمها بعض الجمهور بأنها لم تكن بكامل وعيها، وعبر الكثير منهم عن قلقه وخوفه على حالتها النفسية والصحية، مشيرين إلى أنها ربما عادت إلى الإدمان المواد المخدرة بعد خروجها من المستشفى اللي دخلته لتلقي علاج الإدمان. يذكر ان شيرين عبد الوهاب بتروج منذ فتره لحفله غنائي منتظر احيائه في الكويت في 2 كانون اللي هو يناير 12 كانون يناير المقبل، والذي تعود من خلاله الى الساحه الفنيه بعد ابتعادها عنها واعلان زواجها من حسام حبيب مجددا. رقص شيرين عبد الوهاب برفقه حسام حبيب يثير الهجوم ضدها. أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في فيديو وهي بترقص في أحد الأماكن العامة في بيروت. وظهرت شيرين عبد الوهاب بجانب حسام حبيب قبل أن تقف وتبدأ في الرقص والغناء على أنغام أغنيتها يا ليل، وتغني إيه يعني غرامك ودعني، وسط ضحك وتصفيق الحاضرين اللي قاموا برصد سعادتها عبر كاميرات هواتفهم. وفاجأت شيرين عبد الوهاب الحاضرين بالوقوف على الكرسي للرقص وسط ضحك وزوجها حسام حبيب، وبدأت في الوقوف أمام الكاميرات لالتقاط الصور لها أثناء العبث في شعرها. وتعرضت شيرين عبد الوهاب للهجوم بسبب طريقة رقصها ووقوفها على الكرسي، ولفت البعض إلى أنه يبدو عليها عدم الوعي أثناء الرقص، بينما أكد البعض أنها ما زالت تعاني من عدم الاتزان. وتعرضت شيرين عبد الوهاب لموجة من الهجوم من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأزمات المستمرة لها، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية رغم الأزمات الكبيرة اللي وقعت بينهم، ووصلت إلى تقديم كل منهما البلاغات ضد الآخر. من ضمن أزمات شيرين عبد الوهاب يذكر أن الطلاق وقع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب في شهر مايو 2022. ووقتها أصبح الطلاق ليس خبر عادي بل أزمة اندلعت وتحولت إلى الرأي العام بعدما تسرب خبر إلى الصحافة بشأن اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب في منزلها، وان حسام حبيب كان بيحمل مسدس. وفي مايو وحتى اكتوبر استعادت شيرين جزء بسيط من نشاطها الفني وسجلت اكتر من اغنيه، لكن في منتصف اكتوبر الماضي دخلت في ازمه عنيفه اجبرت على دخول مصحه للعلاج النفسي والادمان بعدما زعم شقيقها في الاعلام انها بتتعاطي المخدرات برفقه حسام حبيب. وبيذكر ان شيرين بتستعد لاحياء حفله في دوله الكويت 12 يناير الجاي ان شاء الله، وهو حفل مؤجل من اكتوبر 2022. ومنذ الاعلان عن الحفل هاجم البعض شيرين عبد الوهاب مؤكدين عدم حضورهم الحفله بعد عودتها لحسام حبيب، خاصه بعد الهجوم الجمهور عليه وتعاطفهم معاها. محدش راح يحضر الحفل، كلها متحمله عليكي من اخر موقف. فيما كتب آخر أنا مش جاي خلي حسام ينفعك.
قدام بنتها قبلات شيرين لحسام حبيب تشعل غضب جمهورها. إليكم الصور. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في أحدث ظهور لهما أمس من أحد الملاهي الليلية. وظهرت شيرين عبد الوهاب من خلال الفيديو المتداول وهي بتقبل وتحتضن زوجها حسام حبيب بحضور بنتها ومجموعة من أصدقائهما. وهاجم الجمهور شيرين عبد الوهاب واستنكر ظهورها في الفيديو، خاصة وإن حسام حبيب لم يبدي أي رد فعل. وأعلنت فنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا عن عودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة كتبنا الكتاب النهاردة. وردت شيرين عبد الوهاب على سؤال عمرو أديب عبر برنامجه مين صاحب فكرة العودة، وتجيب شيرين حسام صاحب الفكرة وهو اللي أقنعني واتكلمنا والحمد لله رجعنا. وأوضحت شيرين عبد الوهاب احنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها، وكان المفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات. أكملت شيرين عبد الوهاب عايزة أعتذر لحسام عن أي كلام صدر مني في حقه، واقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم. وروجت شيرين للحفلة من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام، ونشرت بوستر الحفل وعلقت قائلة جمهور الكويت الحبيب لقاءنا يتجدد بتاريخ 12 يناير قاعة الأرينا 360 وسنة سعيدة عليكم. تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت. وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، لكن تم إلغاؤها بسبب دخول شيرين إلى المستشفى. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.